يعني بعيد عن تصريحات آية سماحة اللي هي صاعدة، ممثلة صاعدة وفي كتير ما يعرفوهاش، والفنانة مشيرة إسماعيل وهي فنانة قديرة ويعني الكل عارفها. بعيد عن كده بعيد عن اللي هي قالته تطاول عليها بإنها تقول مين دي وكده. ده شيء يعني ماشي هنخليه على جنب. لكن ازاي يبقى في عيادة بيطرية أو عيادة حيوانات في عمارة يعني هل ده مصرح؟ هل هي عندها تصريح بكده، في ترخيص للكلام ده؟ يعني هي زعلت لما اتقفلت العيادة وبتقول مين هي عشان خلاص قفلوا عشانها العيادة وعملوا مش عارفة ايه. طب ما طبيعي يعني انا كواحدة مثلا بخاف من الكلاب، هبقى طالعة نازلة الكلاب دي تقعد تهوهو عليا وده عادي ان انا ادخل بيتي كده وانا قاعدة مذعورة رايحة جاية يعني ولا ايه؟ وده غير ان ريحة المكان هيبقى طبعا ريحة الحيوانات معروفة. هو في سكن، يبقى في سكن بهايم وحمير وكلاب مع بني ادمين؟ ده في اي مكان بيحصل الكلام ده. اذا كان الناس بتقول لك بتنادي تقول لك بلاش المحلات تبقى في وسط البيوت، وطبعا قال لك ان احنا نعملها اسواق وكده، بلاش يبقى كل عمارة تحتها محلات وكده. وكان في يعني كلام على هذا الموضوع ان هو يتم بحثه. لكن طبعا لحد الان طبعا هو اللي ماشي ان هو في من زمان محلات تحت البيوت. لكن ان الجديد بقى ان هو يبقى فيه مراكز او عيادات للبهايم او للكلاب حتى. يعني ده جديد ده بصراحة ربنا. يعني مش كفاية مراكز التجميل اللي هي غير مرخصة وموجودة برضو في العمارات؟ يعني إيه الازعاج للمواطن ده ازاي يعني كده؟ وبعدين انا برضو باكد ان انا ملياش علاقة باي حاجة حصلت بين الطرفين، آية سماحة والفنانة مشيرة اسماعيل. لكن الحق حق والصراحة ما تزعلش يعني. لازم يكون في حد اي حاجة زي كده يعني.